السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الغاليين، اهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد، والنهاردة بقى عايزة اقول لكم هستعرض معاكم روتين لتنظيف التلاجة. هننضفها ونغسلها ونرتبها كده مع بعض ان شاء الله يا رب في الفيديو ده. الفيديو هيشجعك جدا، ما تنسوش بقى حبيباتي كلكم كده تدعموني باللايك، وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد لايكات، واشتراك للقناة لو انتوا اول مرة بتدخلوها واول مرة بتتعرفوا عليا. انا ام كريم ميادة حمزة ودي قناتي. طبعا مبسوطة بحضراتكم جميعا، ووجودكم معايا يشرفني ويسعدني. عاوزة اقولك بقى الفيديو ده هيديكي طاقة ايجابية من هنا كده لحد العيد ان شاء الله. عيد مبارك عليكم كده باذن الله، عيد فطر مبارك علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية اجمع. انا باذن الله كده هعمل حاجات كتير كتير خالص في المطبخ، كل يوم هعمل حاجه ان شاء الله. طبعا بتمنى ان انتي تتابعيني وتكوني معايا وتكوني ماشيه معايا في الفيديوهات بتاعتي، وتنفذيها كمان في بيتك واحده واحده كده ان شاء الله مع بعض. بردك كده يعني في نفس الوقت ما نجيش على نفسنا، واشجعك كده بحاجه بسيطه كل كده يوم. لما العيد يبدا يقرب علينا نكون بقى خلصنا مطبخنا وروقناه وشطبناه تنظيفات بقى عميقه، تكوني بقى رايقه كده ومفيش باقي غير الشقه. وطبعا تنظيفات الشقه كلها مقدور عليها. بذكركم بس اول تنظيفات العيد معايا كانت طبعا غسيل الشباك، شباك المطبخ. لو كنتوا لسه ما شفتوش الفيديو ده تقدروا ان انتوا يعني تدخلوا على الفيديوهات كده وتشوفوه. غسلت فيه شباك المطبخ وركبت له الستاره الجميله دي، وغسلت القلايه الكهربائيه لكل برضو اللي عندها القلايه الكهربائيه وطلبت طريقه غسيلها. بعد كده يا بنات نزلت الفيديو اللي هو كان قبل ده، اللي هو بقى شلت سجاد المطبخ غسلته، غسلت جنبي كده وانا بغسل السجاد بطانيه من البطاطين. كل يوم بقى نغسل حاجه بردك كده، علشان ما تجيش تلاقي نفسك كل حاجه متكومه عليكي وتضطري ان انت تعمليها في يومين ثلاثه، وبعد كده تيجي ظهرك يوجعك، رجلك توجعك، تروحي للدكتور. لا، حاولي ان انت ما تجيش على نفسك وترتبي اولوياتك. يعني المهم كده، المهم هو اللي اتعمل، المهم فالاهم، ولا هم بيقولوها ازاي؟ يعني كده نفكر كده ونرتب اولوياتنا. فاهميني انتوا يا بنات؟ اكيد فاهميني. معلش بقى انا مخنفه كده وعندي برد وحالتي حاله بالبلا بصراحه. كل يوم كده نغسل حاجة، النهاردة نغسل بطانية، بكرة نغسل لحاف، نغسل سجادة. ما تتركنيش بقى على المغسلة وتقولي ده انا هودي المغسلة. كلها حاجات بسيطة وتقدري ان انت تعمليها. لو عملتي كل يوم حاجة اول ما تصحي من النوم كده صدقيني مش هتحسي باي تعب ولا ارهاق. بالنسبه بقى لتنظيفات المطبخ طبعا بشيل كل حاجه من مكانها، نصبن الحيطان بتاعته، نغسل السيراميك من الدهون. المنطقه اللي هي فوق البوتاجاز دي عند كل الناس وعندي، عايزه اقول لكم منظرها بشع. ان شاء الله كده فيديو ونتنشط فيه مع بعض ونتشجع فيه مع بعض بقى، ونجيب بقى استريس او اي حاجه مذيبه للدهون كده، ونغسل بقى المنطقه اللي هي فوق البوتاجاز دي بالشفاط، بالبوتاجاز ذات نفسه ومن جواه. بصوا هنعمل ان شاء الله تنظيفات عميقه ان شاء الله، حاجات حلوه قوي قوي ان شاء الله هتلاقوها في الفيديوهات الجايه. الفيديو ده بقى حاولي ان انت كده ما تجريهوش وشوفيه للنهايه. الفيديو فيه في كل دقيقه بجد، يعني انا منزله الفيديو ده في كل دقيقه فيه حاجه هتستفيدي منها وهتشجعك. عايزه اقولك بعد الفيديو بتاعي ده انت هتشوفيه وهتروحي تسيبي موبايلك وتروحي على التلاجة تغسليها. يعني بصوا في كميه طاقه ايجابيه هتنشطك. لو انت قاعده كسلانه لا هي تشجعك. ابداي بقى كده معايا من الفيديو ده، وعشان نبقى ماشيين مع بعض كده باذن الله يوم بيوم. بصوا بقى، يعني لو هتشتركوا كمان في قناتي اضغطوا على كلمه اشتراك لو لسه ما ضغطتوش عليها اللي مكتوبه بلون احمر، وفعلوا الجرس بقى عشان كل يوم لما انزل فيديو تلاقي الاشعار بتاعه على الفون بتاعك. وتسيبي لي بقى كومنت دلوقتي حلو كده تقولي لي ان انت مشتركه جديده، او ان انت موجوده معايا وبتتابعيني، وتعرفيني بنفسك وتكتبي لي اسمك كمان عشان نكون اصحاب في القناه. قولوا لي رايكم بقى في قناتي ورايكم في الفيديوهات بتاعتي، وكمان تكتبوا لي في الكومنتات بقى دعواتكم الحلوه ليا بتفريج الكرب، وربنا يرزقني برزق اولادي ويرد لي جوزي على خير يا رب ويفرج كربه، اللهم امين يا رب العالمين، هو واللي زيه يا رب. هنا بقى كنت خلصت غسيل الاطباق واخدت المطبقيه كمان البلاستيك دي. عايزه اقول لكم غسيلها صعب قوي، يعني كل اللي مجرباها بقى او كل اللي موجوده عندها النوعيه اللي هي زي بتاعتي دي اكيد يعني زهقانه منها بجد. تنظيفها صعب جدا، صعب قوي ان انت تدخلي الاسبونشه كده ما بين
الفتحات وبعضيها وتغسليها كده، يعني صعبة بجد. بعد ما خلصت بقى وفضيت الحوض زي ما شفتوا كده متسوقه، ومرضتش بقى ارص حاجه السوق غير لما افضي التلاجة واغسلها وقلت بقى ايه اشارككم الفيديو ده. كل بقى اختي ليا بقالها فتره طويله ما غسلتش التلاجة زيي، قومي يلا بقولك اتشجعي وخدي الفيديو ده طاقه ايجابيه، وقومي يلا اغسلي تلاجتك، وما تنسيش بعد ما تغسليها تجيلي وترجعي للفيديو ده وتكتبي لي في الكومنتس ان انتي غسلتي التلاجة بتاعتك. يلا يعني ممكن نسميها كده حماية العيد يا ولاد ولا ايه؟ حماية العيد يعني بجد انا مش هغسلها تاني بقى قبل العيد، لا يعني انا حافظ عليها. يعني ممكن ان انا اجي قبل العيد كده نعملها ببخاخة كده فيها شوية خل وشوية مية ونمسحها بس، انما الغسلة العميقة دي لا، خلاص بقى هي دي حماية العيد بالنسبة لها. كمان مش هننسى ايه يا ولاد، فلتر المية بنات، طبعا كلكم عارفين فلتر المية اللي احنا بنجيبه ونركبه على الحوض او تحت الحوض، انا بتاعي متركب تحت الحوض. هنفكه وهنغسله. وانا رحت اشتريت كده من محل ادوات صحية 3 شمعات علشان اغسله واغير له الشمع بتاعه. انا مش هحتاج مهندس او حد من الصيانه، لا احنا اللي هنعمل لوحدنا. الموضوع سهل خالص وبسيط. ولو انت يا ستي ما قدرتيش استعيني بزوجك ان شاء الله يفكهولك كده ويغسلوه كده واعملوه مع بعض. عاوزين بقى الايام الجايه دي كلها طاقه ايجابيه، عاوزين حماس، عاوزين يعني الظروف ما تغلبناش، لا احنا قدها وقدود، واحنا كأمهات شاطرين بنعمل كده فاصل في حياتنا ما بين ظروفنا وما بين شغل بيتنا، لان شغل بيتنا ده لازم يتعمل كل يوم، نعمل حاجه كل يوم نعمل حاجه. يعني بستغرب جدا اللي بتقول انا يعني هنضف شقتي بكره، انا قدامي يومين كده انضف فيهم الشقه. ازاي هتنضفي الشقه كلها في يوم واحد او في يومين؟ صدقيني مش هتعرفي وهتتعبي وهترهقي نفسك، وهتيجي بعد كده تروحي للدكتور بظهرك او برجلك. لا احنا كل يوم نعمل حاجة، كل يوم نعمل حاجة بضمير. يوم تغسلي سجادة المطبخ، اليوم التاني تغسلي فيه الستاير، ننضف أوضة من الأوض واحدة واحدة كده. وكل واحدة طبعا فينا حسب قدرتها وحسب طاقتها وحسب ظروفها. وانا بقى مش بجبرك ابدا ان انتي يعني تمشي معايا كل ما اعمل حاجة مثلا يوميا تعمليها. النهاردة غسلت التلاجة تقومي تغسلي التلاجة، بكرة عملت البوتاجاز تقومي تعملي البوتاجاز، ابدا ابدا. بس كل ما في الموضوع يا جماعة ان انا بصدر لكم طاقة ايجابية. ممكن واحدة من اخواتنا تقدر ان هي تقوم وتنفذ اللي انا بعمله يوميا معايا، وفي واحدة تانية لا عندها ظروف فهي بتشاهد وبيكون نفسها ان هي تقوم وتعمل وكده، بس بيكون عندها ظروف. بس في النهاية برضو لازم تتحدي الظروف بتاعتك وتقومي وتشوفي مصالح بيتك وتشجعي مننا كده. نظافة حلوة. وعايزة اقول لكم بعد التعب بيكون في راحة يعني. لما تقعدي كده تصحي الصبح مثلا تنضفي وتروقي وترتبي وتيجي بالليل تلاقي البيت نظيف ومترتب، فبيعود عليكي كده بطاقة حلوة وبيحسسك كده بالراحة يعني بتبقي حاسة ان انت مرتاحة، ان انت قاعدة في مكان حلو. غير بقى ان انت يعني لو ما عملتيش حاجة خالص في يومك وبتيجي بالليل تلاقي حتى السرير اللي انت جايه تنامي عليه مش مرتب، فبتحسي فعلا بفرق شاسع جدا. اتكلم عن نفسي انا عموما لما ببقى تعبانه او في حاجه مزعلاني او عندي اي حاجه بقى، عندي اي ظروف، انا مش بقدر اقوم اعمل اي حاجه وباجل كل حاجه موجوده عندي. عموما احنا قاعدين في بيتنا حرين، مش مجبرين، يعني مش مجبرين ان احنا نمشي على سيستم معين او على حاجه معينه، لا احنا يعني بنعمل براحتنا ونعمل على حسب صحتنا او على حسب قدرتنا، بس مش اكتر. وده اللي عايزه اوصله لك. انا بقى يعني ده علشان شغلي، فانا بتشجع بيكم يوميا بعد فتره طويله من الغياب. فخلاص بقى قررت ان انا ارجع لكم كده بفيديوهات حلوه، واتشجع منكم وتتشجعوني باللايكات الحلوه. انت بقى كمتابعه تاخدي مني كده طاقه ايجابيه وتبداي تشتغلي بقى وتشوفي مصالح بيتك. واحنا كمان بنشتغل كده، نروح بقى نذكر الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونقول الأذكار الحلوة دي واحنا بنعمل كل شغل بيتنا حتى نستفيد كده. يعني عايزة اقول لكم نص عمرنا هنقضيه في شغل البيت والنص التاني في المنحية مع الولاد، الله المستعان.
وانا بقى بغسل الادراج بتاعتي كده، انا اخدتها ورحت على البانيو، لان الدرج ما شاء الله تبارك الله كبير، فكان هيعذبني بصراحه في الحوض وهيغرق لي الدنيا ميه وكده، فخدته ورحت على البانيو. وكمان وانا بغسله كده هدومي كلها غرقت، فروحت بقى قلت ايه، اما الم الباسكتات كلها بالمره كمان اغسلها كده معايا. رحت لميت بقى الباسكتات اللي في غرف النوم بتاعت ولادي كلها، والباسكت اللي كان في الصاله، وقلت برضو ايه اديله غسله حلوه كده من جوه. وانا بتكلم معاكم بقى كده بذكركم، لو لسه ما حطيتوليش اللايك حطوا لي اللايك، وقولوا لي بقى في التعليقات ان انتوا كتبتوا لي اللايك. اوعي تكسلي ان انت تنزلي وتكتبي لي تعليق حلو. انزلي دلوقتي قولي لي اسمك، وقولي لي انت من انهي بلد، ونبقى اصحاب واخوات في القناه. وانا بعرف كل اللي بيعلقوا لي، انا عارفاهم واحده واحده، وربنا يخليكم ليا يا رب، ودمتم نعمه في حياتي. وشكرا لتعليقاتكم الحلوه، وشكرا شكرا شكرا للتفاعل مع الفيديو اللي فات في التعليقات. بصراحه التعليقات كانت كتير عن اي فيديو نزلته. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. شوفي بقى يعني وانت بتشاهديني كده، شوفي الباسكت كان شكله قبل وبعد، ما شاء الله. يعني اكتسبي بقى الطاقة الإيجابية كده من شكل الحاجة بعد غسلها وتنظيفها، اكتسبي الطاقة الإيجابية من شكل الرغاوي، اكتسبيها مني أنا وأنا شغالة معاكم كده. عايزة أقول لكم يعني أنا لما ببقى عايزة أقوم أعمل حاجة في البيت ومش قادرة وكسلانة بقى وينتابني الكسل كده، أروح مشغلة أي قناة من قنوات الروتينات وبتشجع بيها. الباسكت ده كان ولادي جايبين الوان صناعيه بيعملوا سلايم، وكبوها في الباسكت وعملت لي لون احمر فيه كده زي ما شفتوا. الكلوركس الالوان بقى والرغاوي والصابون والميه والحاجات دي كلها فعلا بتدي طاقه ايجابيه يعني. شفتوا بقى غسلتهم ازاي وما اخدوش مني وقت خالص بعد الكسل وبعد لا لا لا، احنا خلاص احنا ما عدناش هنكسل خالص، احنا هنقوم دلوقتي وهنعمل كل شغل بيتنا، ولو عندنا اي حاجة هنقوم نعملها. تعالوا بقى للتلاجة. بصوا بقى انا طبعا شلت الارفف كلها غسلتها، ما كانش فاضل لي كده غير التلاجة من جوه. برضك كده هغسلها كويس جدا. جبت العلبة بتاعتي وحطيت فيها مية وبريل وحبة كلوركس الوان كده وبالسبونشة واغسليها بقى من فوق لتحت زي ما قلت لكم. اديله حمايه العيد بقى، نمرشها بقى. كل سنه وانتم طيبين، تنعاد عليكم الايام بخير يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. وانا بالنسبه لي بقى انا بغسل التلاجة وبروق معاكم وبقول لكم يا بنات يلا نعمل تنظيفات العيد. انا والله العظيم ما عندي عيد ولا حاسه بقرب عيد ولا حاسه بحلاوه اي حاجه، ولا حاسه باي مناسبه احنا بنمر بيها. يعني شهر رمضان لما دخل عليا انا ما حسيتش بفرحه دخلة رمضان عليا، ده لان جوزي غايب عني. ف يعني انا مش هحس بفرحه غير لما انا عيدي لما جوزي يرجع لبيته تاني ويرجع لاولاده من تاني. هي دي فرحتي وهو ده عيدي. شايفين بقى منظر التلاجة عامل ازاي؟ عشان اقول لكم انا مش بغسلها وبنضفها عشان عيد، لا انا بغسلها علشان هي فعلا كانت تستحق الغسلة دي من زمان جدا. بصوا بقى يعني عايزه اقول لكم بقالي فتره طويله قوي ما غسلتهاش الغسله دي، فانا استغليت بقى الروتين الحلو ده معاكم. شايفين القناه حلوه ازاي؟ القناه حلوه وبتشجع وبتخلينا نقوم ونتحرك ونعمل كل شغل بيتنا. فعلا فعلا الواحد بيكتسب طاقه ايجابيه من الفيديوهات. انا بتشجع بيكم وبتشجع من التصوير معاكم بجد. وعايزه اقول لكم بقى ان احسن وقت بقضيه هو فعلا وقت التسجيل معاكم، هو ده بيهون عليا كتير قوي. بحس ان انتوا بجد قريبين مني جدا، بحسكم كده اخواتي وانا قاعده بتكلم معاكم، او بحس ده انا يعني وكأن كده في اشخاص قاعده قدامي وانا بتكلم معاها وبحكي معاها. فبجد يعني اجمل حاجه حصلت لي في القناه هي انتوا. ربنا يديمكم كده نعمة في حياتي، وربنا يخليكوا ليا طول عمري بعيدة عن اخواتي وبعيدة عن اصحابي. اتنقلت من بلد لبلد وعشت في بلد بعيدة فيها عن اي حد كنت بحبه واي حد انا كنت متعلقة بيه. ولما عملت القناة بقى اجمل وقت
بقضيه هو الوقت الحديث معاكم، لاني بعتبركم كده اصحابي اخواتي اللي بتكلم معاهم يوميا. ربنا يخليكم ليا يا رب، ولا يحرمني منكم ابدا، ودايما جنبي ودايما بتسندوني ودايما بتدعموني. ربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا بقى هنا ايه، خلصنا غسيل التلاجة وقلت انا مش هسيبها، لا انا هجيب الاسبونشة بتاعتي وامسكها برضو كده من الجوانب ومن فوق والمنطقة اللي وراها. بصوا احنا مش هنسيبها غير وهي عروسة. طبعا جبت الاسبونشة ودعكت كل جنب كده لوحده، وبالفوطة بتاعتي دي، الفوطة دي مايكرو فايبر يا بنات، عاملة زي شفتوا قماشة الدفايات، هي زي الدفاية كده، فتلاقيها بتشرب الرغاوي بسرعة، او بصراحة جميلة. بقيت اغسل بالاسبونشة كده والم الرغاوي بالفوطة دي لتحت. كل الجوانب بقى جبتها، يعني هو لازم كده بصراحة. يعني احيانا كده لما بنبقى في المطبخ وايدينا متعاصة حاجة وبنجري بقى مستعجلين واحنا واقفين بنطبخ او كده، وتروحي تمسكي التلاجة فتلحوسيها، فكتير بتبقى التلاجة متعاصة حاجة او من الولاد وكده يعني. فبرضو ايه، لازم ان احنا نغسلها. وبعد ما غسلتها كده بقى، رحت على الحاجات اللي طلعتها منها كلها، وجبت سلة القمامة اعزكم الله، وبدأت بقى اي حاجة ملهاش لازمة ارميها في سلة الزبالة. اي حاجة ملهاش لازمة ارميها خلاص بقى. انا التلاجة كان فيها حاجات يعني مركونة بقالها شهور وملهاش اي لازمة، ده كله بقى شلته رميته، ما سبتش الا الحاجة الضرورية بس والحاجة النظيفة وبس كده، مش اكتر. شفتوني بقى وانا بقول لكم باي باي وبسلم عليكم كأنكم قدامي كده يعني. رايحة جاية رايحة جاية اقول لكم باي باي، ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تالت مرة بقى يعني اكشن، تالت مرة جاية لكم اهي. انا ما لاحظتهاش غير وانا بسجل لكم دلوقتي بجد والله. يعني ازاي يا ميادة، ما انتي قلت لهم ازيكم مرة وعملت لهم باي باي مرة، يعني لازم مرة واتنين وتلاتة، الناس كده تزهق منك. عشان بحبكم والله يا ولاد، والله بحبكم قوي، وبحب شغلي قوي، وبحب قناتي قوي، وربنا يخليكم بقى ليا. انتوا اللي شجعتوني ان انا ارجع من تاني، كنت مبطلة ومرتاحين مني، كنتوا مرتاحين مني حرفيا ومرتاحين من فيديوهاتي. انتوا بقى اللي قلتوا لي ارجعي تاني صوري يا ميادة، بقى تستاهلوا. ينفع بقى نغسل التلاجة وما نجيبهاش من الخلف؟ لا طبعا. رحت جبت الفوطة وغسلتها تحت الحنفية، وقلت امسح الاتربة اللي ورا التلاجة وتحتها كمان. جبت المكنسة كده وكنست اللي تحتيها، كل حاجة بقى بتتزق وتدخل تحت التلاجة، اي حاجة بتقع منك تلاقيها اتحدفت تحت التلاجة. لميت كل حاجة من تحتها كده بالمقشة، وبعد كده جبت حبة من الصابون اللي فوق كلوريكس وبريل ورشيتهم كده بسرعة بسرعة، وبالمكنسة برضو ونضفت تحتها كده. زي ما انتوا شايفين كل حاجة بتطلع في لحظة، لانه هي مجرد تراكم بس اتربة مش اكتر. وبالفوطة بقى ولميت كل الرغاوي كده اللي قدامي، بس كده من ورا التلاجة بقى، عشان لما ارجعها مكانها خلاص يبقى احنا ايه بقى يا ولاد، غسلنا التلاجة ونضفنا فوقيها ووراها المنطقة السيراميك اللي وراها، بس وفوقها. علشان بقى طبعا الفريزر هعمله معاكم في فيديو تاني، علشان لما اجي انضف بقية المطبخ يبقى انا خلصت من الجزء ده خالص. اطوق بس السيراميك وراها كده، والله كان في تراب كتير قوي على السيراميك واحنا مش شايفينه. طبعا انا بس بسجل لكم دلوقتي سريعا سريعا لان العشاء اذنت وعايزه اروح اصلي التراويح. بالمناسبه بقى، مين فيكم بتروح تصلي التراويح؟ اللي بتروح تصلي التراويح تكتب لي في الكومنتات. انا بروح اصلي التراويح الحمد لله يا رب، ربنا يديمها علينا نعمه. قصاد بيت المسجد، ويوميا بروح اصليها وربنا يقدرني وما سيبش يوم. عايزين بقى يعني طول شهر رمضان كده نقيم فيه الليل، نزود من الطاعات ومن قراءة القرآن. انا بالنسبة للقرآن انا بقرأ كل يوم جزء، نفسي طبعا يكون اكتر من كده، بس بصراحة وقتي ضيق قوي، معلش بقى يعني ربنا يغفر لنا. كل يوم جزء اتمه بس الشهر ده وندعي بقى كتير بقى وقت ما نيجي نختم القرآن. ربنا يعفو عننا كده ويتجاوز عن سيئاتنا، ويعني
يغفر لنا أعمالنا يا رب، ويجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. قولوا آمين. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل